السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين شنو هو أخطر أنواع السحر؟ ماشي سحر المرض، لا سحر المال، لا حتى سحر الجمال. أخطرهم هو سحر التفريق، لأنه كيضرب في شي حاجة مقدسة، العلاقة بين الناس، بين الزوج وزوجته، بين الأم وولدها، بين الإخوان وحتى بين الأصدقاء المقربين. هذا النوع من السحر كيستهدف القلوب والمشاعر، ماشي الجسد. الهدف ديالو بسيط في المعنى ولكن خطير في الآثار، هو التفريق بين الناس. واش عمرك شفتي راجل ومراته كانوا بحال السمنة والعسل وفجأة ولا بيناتهم البغض والكره بلا سبب؟ ولا أم ولات كتحس ولدها بعيد عليها ما بقاتش كتطيق تشوفه؟ ولا خوت تبدلوا على بعضياتهم بلا سبب واضح؟ راه بزاف ديال هاد الحالات ما كتكونش طبيعية، كتكون نتيجة سحر تفريق كيعقدوه بعض الناس الحاسدين أو الحاقدين، الله يهديهم، باش يخربوا العلاقات. كيفاش كيوقع هاد السحر؟ غالبا الساحر كيشد شي اثر من الشخصين اللي باغي يفرق بيناتهم، شعر، صورة، لباس، حتى التراب اللي داس عليه، وكيقرا عليه طلاسم شركية، وكيستعين بالجن الخادم للسحر. الجن كيدخل ما بيناتهم، يوسوس، يبدل المشاعر، يعكر الصفاء. كتولي العلاقة كلها مشاكل، الشك، العصبية، النفور، حتى الحب كيمشي بلا سبب. الناس اللي كيتأثروا بسرعة بهذا النوع من السحر هما الناس اللي عندهم ضعف في الإيمان أو الحماية الروحية، اللي ما كيقراوش الأذكار، اللي غافلين على الصلاة، اللي كيعانيوا قلبهم من حسد أو حقد. الشيطان كيلقى فيهم باب ساهل يدخل منه. باش تقي نفسك من سحر التفريق خاصك تبقى ديما في حماية الله. باش حافظ على صلاتك في الوقت، ردد الأذكار ديال الصباح والمساء، داوم على قراءة سورة البقرة لأنها طاردة للشياطين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومنين تحس بعلامات غريبة، نفور بلا سبب، صداع وقت معين، أحلام فيها فراقة وخناق، كوابيس، قلة النوم، تعب بدون تفسير، ما تستهنيش بالأمر وبدل الطاقة ديالك بالإيمان. وهالك الرقية الشرعية ديال سحر التفريق خاصها تكون بنية خالصة لله. قرأ الآيات التالية كل يوم بصوت مسموع وبخشوع: سورة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، من سورة الأعراف الآيات من 117 إلى 122، ومن سورة طه الآيات من 65 إلى 70، وسورة الإخلاص، الفلق، الناس، كل واحدة 3 مرات. من بعد نفت على الماء أو الزيت المقروء عليه وشرب منه ودهن به الصدر والرقبة والجبين. وكل ما تحس بالضيق ردد: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. وأهم حاجة لا تمشيش للصحراء ولا العرافين حتى لو قالوا لك غير نعاونك، راه المعونة ديالهم كلها شرك بالله. العلاج الوحيد هو الرجوع لله والصبر واليقين بأن الله هو الشافي. وراك غادي تلاحظ مع الأيام أن السكينة بدأت ترجع، القلب ولا مرتاح، العراقة تحسنات، لأنك دخلتي النور في حياتك وطردتي الظلمة. ما تنساش، السحر كيضعاف قدام الذكر، والإيمان كيحرق الجن، والدعاء كيسد كل باب كان مفتوح للشر. وهذه رسالة لكل واحد كيسمعني: ما تظلموش الناس، ما تدخلش في نياتهم، ما تستعملش السحر باش تغير شي حد. راه اللي يفرق بين الناس الله غادي يفرق عليه الخير في الدنيا والآخرة. خليك ديما محصن وديما مع الله. وفي النهاية نقول: اللهم احفظنا من شر السحرة والحساد، واجعل بيوتنا عامرة بالحب والسكينة والإيمان. وخليكم معايا في الفيديو الجاي، غادي نحكيو على نوع آخر من السحر، أخطر حتى من التفريقة: سحر المرض. كيفاش كيتسلل للجسد، وشنو الرقية اللي كترد العافية بإذن الله. ما تنساش دير لي إعجاب وتشترك،
وتكتب لي في التعليقات واش بغيتي تكمل في هذه السلسلة ديال كشف السحر بالعلم والإيمان. الله يحفظكم والله يشافي كل مبتلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.